الليلة فجرنا مع بعضنا قطار الليل 14 ساعة من العاصمة الأوزبكية طاشقند إلى خيوة مدينة الخوارزمي. كل كابينة في القطار فيها 4 بيت والبلاصة ضيقة شوية وحتى الحركة داخل الغرفة محدودة. أما بالرغم من هذا كل حاجة معمولة بذكاء، عندك فيشة تشحن بها، ضوء شخصي، بلاصة تحط فيها دبشك، وحتى عندك غطاء سرير ومنشفى متاعك الخاصة. وفي كل عربة فما زوز تواليتات مشتركين، وزادة كوجينة صغيرة فيها ميكرووند، وأكياس الشاي مجانية طول الرحلة. أول حاجة تبدل دبشك خاطر الليلة باش تكون طويلة برشا. بداية الرحلة كانت صعيبة شوية، الكليم ما خدمش أول ما طلعنا والحر كان لا يطاق، 28 درجة في الكابينة. بعد حوالي 20 دقيقة رجعت الكهرباء وخدم التكييف وأنقذنا الليلة. وزيد إذا باش تجرب الرحلة هذه سددت الأذن ضرورية، مش كان على خاطر الشخير كيف الهوستل، أما زاد على خاطر صوت القطار عالي برشا، خاصة وأنه القطار قديم شوية. والحقيقة كيف تفكر فيها فما ناس في روسيا أيام الاتحاد السوفيتي كانوا يقعدوا في القطارات كيف هكا 3 أيام كاملة باش يتنقلوا من شرق البلاد لغربها. بالنسبة ليهم القطار كان دار ثانية. نصيحة: اشري السناكات متاعك من المحطة قبل ما تطلع، واحجز التذكرة قبل بشهر على الأقل إذا تحب تضمن بلاستيك. الرحلة تكلفت تقريبا 27 دولار. قبل ما تطلع زاد ننصحك أنك تريشارجي برشا سيريات وأفلام على خاطر ما فهمش كونيكسيون طول الرحلة. يعني كيف تحب تبقى تحسب في الخرفان ليلة كاملة باش يجيك النوم، هذيك حاجة أخرى. وبعد ليلة طويلة على السكة تفيق تلقى روحك في الجهة الأخرى من أوزبكستان. باش نكون صريح معاكم، الأسرة مش مريحة برشا، أما أكيد جزء من المغامرة. وهكا بعد 14 ساعة وصلنا إلى مدينة خيوة، مدينة الخوارزمي. اعمل لايك وفولو باش تتابعني في رحلة حول العالم.